مشاهدينا اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم جيل سبور، برنامجكم الكروي الاسبوعي المباشر. في عدد اليوم راح نتحدث عن الموعد الهام، الموعد التاريخي لينتظر اتحاد الجزائر غدا ان شاء الله، نصف نهائي العوده، مباراة نصف نهائي العودة من كأس الكاف أمام فريق أساك ميموزا الإيفواري. سنتحدث كذلك عن اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المقرر بالجزائر، وكيف يمكن استغلال هذه الزيارات، هذا التوافد المتكرر لمسؤولي كرة القدم الإفريقية لخدمة كرة القدم الجزائرية. مواضيع أخرى من دون شك راح تكون للنقاش، خاصة ونحن على بعد 48 ساعة أو أكثر من نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة لتنظمها الجزائر بروعة بطريقة محكمة رفقة الضيوف اللي شرفونا في عدد اليوم. البداية باللاعب السابق لاتحاد العاصمة زين الدين مكاوي، لاعب سابق لاتحاد العاصمة وعديد الأندية الجزائرية. مرحبا بك. الله يسلمك، انتم مشكورين على الاستضافه. شكرا لك على قبول الدعوة. نرحب كذلك بالزميل الصحفي من لاغازيت دو فينيك، واحد من افضل الصحفيين واكفأ الصحفيين الشبان صراحه. محمد طويلب، نتمتع لما نقرا التقارير تاعك. مرحبا بك. بزاف عليك، حشمت لي. الله يستركم وشكرا على الاستضافه. شكرا لقبولك الدعوة. إذن كما قلت نبداو بالموعد التاريخي لينتظر اتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة على بعد 90 دقيقة إن شاء الله، على بعد 90 دقيقة من بلوغ النهائي والاقتراب أكثر من أول لقب إفريقي للاتحاد. زينو، نبدأ معك. بالنظر لمشوار اتحاد العاصمة، بالنظر للمنافسين اللي بقاو الاتحاد العاصمة، بالنظر لما قدمه اتحاد العاصمة منذ بداية هذه المنافسة هذا الموسم، يعني نقدر نقولوا باللي سي لو مومون او جامي. ان شاء الله احنا ماذا بينا كما يقولوا المباراة تكون غدا ان شاء الله. الجمهور يستنى في المقابلة هذه، ورانا كاع نستناو في المقابلة هذه ان شاء الله نفرحوا كاع ان شاء الله. تكون في الملعب زينو؟ إذا وفروا لي تيكي ما كاش نورمالمون بروماو لي تيكي ان شاء الله. ان شاء الله وتكون التوفيق لاتحاد العاصمة. محمد طويلب، موعد تاريخي للاتحاد، ربما بداية الموسم ولا واحد كان ينتظر في هذا المشوار لاتحاد العاصمة، خاصة بالنظر للبداية الصعبة للاتحاد. عبد الحق بن شيخة غير كل شيء في اتحاد العاصمة وعطى وجه آخر للفريق. نعم، حقيقة كانت يعني البداية في البطولة صعبة جدا لاتحاد العاصمة. نقدر نقولوا في ليطا دي شوز واحد ما كان يميزي عليهم باش يلحقوا ان رول ان ستاد اوسي افونسي دو لا كومبيتيسيون. نعم. بصح اتحاد العاصمة يعني بعد قدوم عبد الحق بن شيخة اللي عطى يعني الدفعة البسيكولوجية للفريق، وعرف كيفاش يعاود ينظم الفريق ويزيد له في الطموح ويلحق الادوار يعني متقدمة من كأس الكونفدرالية الافريقية. موعد تاريخي نعم، لكن اتحاد العاصمة لعب ديجا نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا في 2015. ما نقدروش نقولوا يعني متعود على المنافسة كثير، لكن عنده يعني فرصة باش يتأهل للنهائي ويقدر ربما يتحصل على لقب إفريقي، أول لقب إفريقي للاتحاد اللي يجري مراه منذ عدة مواسم. الفيزاج جديد تاع اتحاد العاصمة بعد قدوم عبد الحق بن شيخة. زينو، نشوفوا التشكيله تغيرت في فوق الميدان. نعرفوا ميم ليطا ديسبري، ميم هذاك الكومبورتمون تاع اللاعبين، كلش ميم كما يقولوا عقليه اللاعبين تبدلت. ونعرفوا الشيخ عبد الحق بن شيخة الصرامه تاعو في الميدان وبرا. فوالا جنرال بن شيخة. نتمنوا لهم كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله لا لمن نعرفوا نجمع ان شاء الله. ان شاء الله راح نتوقف مع هاد التصريحات لمدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة. سي با لو بروميي ماتش راح نلعبوه في حياتنا ديليكا او امبورطون اكثر من لعبنا دي ماتش اكثر من هكذا، ولا بريسيون رانا خذيناها في البيبرون، رانا عارفها لو سكور بياج سي جوست نفكروا فيه. مي نو سون بوزيتيف، كون خسرنا كون راكم تقولوا سي جوابل وكذا 1-0 سي ريان اون فا ريفونير، والشعب والجمهور ديالنا. وكي درنا 0-0 ما عجبش. جو سي على بالنا باللي سكور بياج، وعلى بالنا حنا اوني سوران. حاجه المهمه في الياسما
لان مرتاحين في لابيل، داخلين في لابيل ديالنا، نحضروا في الماتش ديالنا ترونكيلمون. اوني قلت لك عندنا موعد مع التاريخ. حنايا وعدنا شعبنا باش نكونوا في المستوى. دركا انا اريد باش نربح، ميموزا تريد باش تربح. الله يفعل ما يريد. اللي يدير لي زيفور ربي يعطي له. انا نعرف اللي يدير لي زيفور اكثر من الاخر ربي يعطي اللي يدير لي زيفور اكثر من الاخر. نسجلوا في الدقيقه الاخرى، الدقيقه الاولى او الدقيقه 60 او الدقيقه 100 سا امبورت بورا، ما عندها حتى معنى. منين ما ماركينا اون فو. حنا ماناش باغيين هذا الضغط. الكلام لازم نسجلوا، نعرفوا لازم نسجلوا، وحنا ماناش عارفين هذا الشيء. عارفينه باللي لازم نماركيو بكري، لازم كذا، لازم ولا، لكن ماناش حابين نديروا الضغط هذا على راسنا. اون فو ديفلوبي، باغيين لونجو نو تو با لو جو. كل مباراه عندها خصوصياتها، كيما بدينا لهيك ماشي كيما راح نبداو هنا. لا ميطون بعد لا ميطون اللي درناها لهيك ماشي كيما لا ميطون اللي درنا هنا. كله مربوط. واش راني باغي انا، واش راهو السكور باغي. فهمت؟ يقدر يكون سكور رانا رابحين مثلا 1-0 يتغير ماتش، رانا رابحين 2-0 يتغير ماتش. ما نقولش العكس، وربي كريم وخلاص. اذا زين نعود لك، ربما تعقيب على تصريحات عبد الحق بن شيخة اقل من 24 ساعه يعني قبل هذا الموعد، موعد العوده، الموعد التاريخي اللي هو كذلك يتكلم عليه ويقول تاريخي لاتحاد العاصمه وتاريخي حتى لعبد الحق بن شيخة اللي كان يحتاج هذا المشوار، يحتاج هذه المواعيد يعني للعوده بقوه لكره القدم الجزائريه. بيان سور، كل الشكر الشيخ عبد الحق بن شيخة. وكما قالوا له بلي سكور بياج، هو دايرها في راسو بلي قرا كل شيء على باله، قاري كلش. قال لك المقابله اللي لعبناها في اساك ميموزا ما راحش تكون نفس فاهم، ما راح يغير. ان شاء الله يا ربي يوفقوا ويوفق اللاعبين والانصار ويوفق ماتش كما يقولوا هذا بور لاجيري. زين انت مازالك تلعب يعني اليوم راك في وداد بوفريق، لكن لعبت في اتحاد العاصمه ولعبت في انديه اخرى كبيره كذلك، ولعبت مواعيد كبيره بهذا يعني الاهميه. لما تسمع خطاب بهذه الثقه تاع المدرب تاعك انت كلاعب، يعني كيفاش تكون رده الفعل تاعك؟ ما نكذبش عليك، طحت عند دي زونترينور هكذا، عبالك كما يقولوا الكلام تاعو يحبسك، يزيد يخليك تزيد تكون تمد 200% سور التيران. واللاعبين لاحق لهم الميساج، وان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله يا ربي. نعم. محمد عبد الحق بن شيخة كان معه مدافع صلب جدا، يعني بالعيد. قوة اتحاد العاصمة يعني تكمن في الدفاع. نعم. والدفاع يعني حاجة مهمة بزاف في كرة القدم، خاصة عندما تلعب مباريات من هذا الحجم وبهذا لونجو. يزون توتاليزي 8 كلين شيت اون 13 ماتش في لا كومبيتيسيون اللي هي سامرجي. دونك عندهم الدفاع اللي يقدر يخليهم يحققوا نتيجة إيجابية، لكن يبقى لازم اللي خلاهم يعودوا ديجا. نعم، خلاهم يعودوا من المغرب. أمام فريق قوي جدا اللي هو متصدر البطولة المغربية. الناس ما يتلقاوش أهداف أمام متصدر البطولة الإيفوارية. يعني كانت نتيجة يعني في الذهاب تخدمهم نوعا ما. لكن كما شفنا يعني مع الفريق الوطني ولا مع في مباريات أخرى، الذهاب والإياب. لازم تلعب، لازم تجيري لو ماتش باغ ماتش سون برون كونسيديراسيون لو ريزولتا. يعني ما تلعبش على النتيجة، تلعب باش تربح وفقط. لما عبد الحق بن شيخة يتكلم انه يقول لازم نخوض هذه المباراة من دون ضغط، على بالنا باللي نتيجة مفخخة، سي ان سكور بياج. يا با ان سكور ايديال في الفوتبول. صحيح. شفنا هنا فرق ربحت 3-0 وخسرت. المنتخب الوطني ربح في الكاميرون 1-0. نعم، ما تقدرش تعرف. وكما يقول لك الضغط يكون حتى لو انا ندير ابستراكسيون على الضغط. صحيح. لاعب كرة القدم كيما زين يقول لك الضغط في المباراة في اي لحظة يقدر يعني يسيرجي. سي او جوار دو جيري سا، لونترينور يمد لهم التعليمات وكاع، لكن يعني لي 3 كومبارتيمون دوف اتر سوليدير ديجا، اتر سوليدير بور رياليزي ان بون ريزولتا غدوه ان شاء الله يعني في 5 جويلية. نعم. زين واحد يجاوبك، معتادين انه يقول لك نتيجه مفخخه سكور بياج. هل هذه الحوايج يعني اكزيستيو في كره القدم؟ انت جوار ما تسناش حتى المدرب يجي يقول لك اسمع سكور بياج، انت عمل بلي 0-0 على الاكستيريور يجي ماركي لك 1-0 كاليفي. صحيح. سي ان كونتري. لا ان شاء الله يكونوا بيان اورغانيزي ديريير، وبيان سور الهجوم لازم يؤدي الواجب تاعو، باسكو لازم يسجل باش يتاهل، فاهم؟ ان شاء الله يكونوا في نهارهم هذاك هو الصح،
والباقي على الارض. نعم جوستومون عبد الحق يقول، عبد الحق بن شيخه يقول انه لونجو ما لازمش يقتل لو جو في هذه المباراه، ويقول لك انه المباراه هذه ما راحش نلعبها بنفس الطريقه اللي لعبنا مباراه الذهاب، وكانوا يقولوا انه الاتحاد العاصمه راح يلعب اللعب تاعو في هذه المباراه. الاتحاد العاصمه ما راحش يبحث عن النتيجه، الاتحاد العاصمه راح يؤدي مباراه في المستوى باش يفوز بهذه المباراه. بيان سور راهو على حق كما يقولوا، باسكو ما يخفاش عليك 0-0 على الاكستيريور، ما راهش رابح 1-0 ولا 2-0 ويجي لهنا يدخل بخطه بالك دفاعيه ويلعب لي كونتر، فاهم؟ سما خصو لازم يسجل باش يتاهل، سما يلعب لو جو تاعو، لازم يلعب لو جو تاعو ما يبدلش. نعم تكلمت على قوه دفاع اتحاد العاصمه محمد، حتى منافس عنده دفاع قوي، منافس اللي ماشي متعود كذلك يخسر خارج ميدانه، منافس اللي طريقه اللعب تاعو خارج الميدان تاعو ما تشبهش طريقه اللعب تاعو على ارضيه ميدانه. نعم صح، في الحقيقه يعني لاصاك ميموزا سي امبوزي دو فوا الاكستيريور في لا فاز دو جروب، يعني يبقى منافس كما يقولوا امبريفيزيبل. جاب تعادل من نعم مناستير، جاب تعادل، والدفاع يعني ماشي غير المدافعين، يعني احنا نتكلموا على كتله، كاين لاعب في اتحاد العاصمه، يعني انا شخصيا يعجبني كي نشوفوا يلعبوا كاع هذاك اوريبوني، لاعب يعني تاع لاعب الاجنبي، لاعب جيد في الذهاب في ميموزا، ما قدمش مباراه يعني كما قدمها مع الفريق المغربي هنا في الجزائر، الجيش الملكي المغربي، ولكن يعني يقدر يكون مفتاح في المباراه. اوريبوني جو بونس يقدر ياثر في النتيجه، يعني من الجانب الدفاعي لو روبلي انسي كو سور لاسبي اوفونسيف يقدر يكون عنده دور في المباراه هذه. نعم تكلم كذلك على الجمهور على ملعب 5 جويلية اللي ولا كما يقولوا فعل خير لاتحاد العاصمه هذا الموسم. يتكلم على لو جاردان تاعنا عبد الحق بن شيخه خلال الندوه الصحفيه، يقول لك باللي خلاص ولا لو جاردان تاعنا ما خسرنا ولا مباراه على ارضيه ملعب 5 جويلية في كاس افريقيا. عندنا لي روبير تاعنا هادو دي زاتو يعني راح يكونوا لصالح اتحاد العاصمه. بيان سور 5 جويلية معروف كما يقولوا له دار شرع، فاهم؟ مولي جوار تاع لوسمون والفو العشب تاعو باش لقاو فيه نتيجه مليحه. ان شاء الله ما يخفالكش تانيك، ما تنساش حاجه 5 جويي يزيد الغدوه ان شاء الله حيكون 60000 سبيكتاتور، صحيح فاهم؟ نعم. ستاد ارشي كومبل، سما راح يمد دعم بزاف اللاعبين، وان شاء الله عم بالي بلي غدوه الشعب هو اللي يعاون الفريق، انا عم بالي بلي حيعاونوا الفريق وهو اللي حيزيد البلوس في المباراه. نعم الجمهور محمد، الجمهور دو فوتبول اللي اكزيجون يحب لو سبيكتاكل، مي غدوه ان شاء الله ما جو بونس با تكون مباراه يعني سبيكتاكولار. لازم الجمهور يتفاهم بالاتحاد العاصمه غدوه ان شاء الله يعني مطالب بتحقيق نتيجه ايجابيه، تسيير نهائي ربما قبل الاوان. ما يقدرش يكون يعني اللعب بالك هجومي 100%، يوغا دي فاز وين الاتحاد العاصمه بالك يل فا سوبير لا رونكونتر. لازم في هذا يعني لي سيركونستانس لازم الجمهور يقدم الدعم للاتحاد العاصمه. محمد يعني 60,000 تذكره طرحت للبيع، قريب تخلص يعني قبل ما نبداو البرنامج بقى واقيلا 4000 ولا قريب يخلصوا، يعني لو كوطا قريب يخلص. وهذا يعني يبين مدى أهمية هذا الموعد بالنسبة للاتحاد، بالنسبة للفريق، وبالنسبة لكل النادي والجمهور تاعو. أنا نقدر نقول لك حتى الجزائريين يعني رونديفو امبورطون بور الجيري ماشي بور الاتحاد العاصمة. أنا ما مستبعدش غدوة إن شاء الله يعني يكون جماهير من غير جماهير الاتحاد العاصمة في المدرجات، لأن الاتحاد العاصمة عنده قاعدة جماهيرية تاعو، ولكن الجمهور الجزائري لازم يساند فريق الاتحاد العاصمة في هذه المباراة. نعم. والجمهور يعني يبقى الجمهور والملعب سي دي زاسبي يعني كما يقول لك ايغاسيونيل. شفناها مع الفريق الوطني في تشاكر وكاع ما خسرناش، جامي خسرنا مع تشاكر، خسرنا مباراه مصيريه يعني كل شيء يصرا فوق ارضيه الميدان. هادو لي زاسبي صح، لاسبي بسيكولوجيك في كره القدم اللي تري امبورطون، ميم بصح لو روندمون دو جوار لازم يكون واجد اتليتيكمون ديجا كونتي بري اتليتيكمون، يعني الجانب البسيكولوجي تقدر تسير. وهذاك لابور تاع الجمهور يتكلمنا عليه زينو كي تدخل الملعب 5 جويلية وتشوفوا ممتلئ عن اخره وكاع بالالوان تاع الفريق اللي تلعب فيه، كيفاش يكون اللاعب؟ يكون لاعب يزيد يتحفز 1000%. قلت لك حيدخل يمد 100% يمد 300%، فاهم؟ ستاد ارشي كوم فوق كيستناك، اسمح لي تقتل روحك
داخل تاعو. نعم. راح نستمع نتوقف كذلك مع تصريحات مرة أخرى تاع عبد الحق بن شيخة لما يتكلم على جمهور الاتحاد وأهميته يعني في مباراة الغد أمام أسك ميموزا. المهم ان البيبليك ديالنا يفهم واش رانا باغيين. انا ما حبيتش يصرى ضغط على اللاعبين في وسط الميدان. يعني البيبليك لازم يصبر ما نكونوا ديفيكولتي يوقف مع ليكيب ديالو. اون فا سو باتر، اون فا غاني ان شاء الله، اون فا غاني ان شاء الله. لازم يعاونونا ونديروا تعرفوا النتائج. كافو كرة القدم ما عندهاش شكون صاحبها شكون ماشي الاخر. الكره رخيصه، تحب تعفس عليك، لكن ليكيب واجده باش تأدي. يورا دي طون فور، يورا دي طون فابل. هذه كرة القدم راك تعرف كيفاش. ماكش راح تكون دير 90 دقيقة وانت طالع في السماء. لي طون فابل نحتاجو البيبليك ديالنا، نحتاجوهم. هذا وما يعرفوا يديروا هذا الشيء. ان شاء الله يكونوا في الموعد، ونتمناو قلت لك يعني يكونوا في ان كولوار بوزيتيف للفريق، وصافا بيان سباسي ان شاء الله. نعم، كنا نتكلموا على عبد الحق بن شيخة، على خطاب عبد الحق بن شيخة في الكواليس، وحتى كنا نتكلموا على صورة ربما تاع اتحاد العاصمة مع عبد الحق بن شيخة. لكن بن شيخة لما راح من الجزائر، وبن شيخة اللي عاد يعني كرة القدم الجزائرية ماهوش نفسه. مدرب أكثر حنكة، مدرب أكثر ثقة، ومدرب كذلك اللي عنده خطاب يتعامل أحسن مع الصحافة. أنا جو لو تروف فلويد au niveau de la communication. بن شيخة il est très bon. كما قلت جا من المغرب بان اوتر باجاج، يعني لا بري دو ليبيسور التما. ومام شفنا في مباراه امام الفريق الجيش الملكي، يعني الصحفي كيدار معاه حوار، تحس باللي كاين لو ريسبي بينه وبين الصحفيين. خلى نقيبه حسن، ولازم يكون مدرب يعني الى دو بون رابور افيك لي جورناليست، باش يعني حاجه مليحه لكره القدم بصفه عامه، ولي لي ريلاسيون اونتر لونترينور اي لي جورناليست. نعم. لما نتكلم على اللاعب زينو مكاوي، تابعت من دون شك مشوار اتحاد العاصمة هذا الموسم، خاصة في كأس إفريقيا. واش نقدروا نقولوا يعني على لي زاتو تاع اتحاد العاصمة في مباراة الغد أمام المنافس أسك ميموزا؟ زاتو إن شاء الله يقولوا لي زاتو يكون على الأجنحة. نعم. ان شاء الله مزيان يكون في نهار مزيان اللي راح يعود، يعني اللي كان غايب في المباراة الذهاب وغدوة يكون غايب. نعم. كما كان بوسليو ان شاء الله كما قلت تكون على الأجنحة. وانا نمد رايي نرشح واحد مسجل الهدف يكون محيوس اللي راح يعود ان شاء الله ويسجل هدف تاعو الاتحاد العاصمة ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. محمد نفس السؤال. انا نظن يعني نطالبوا ديجا من المهاجمين يسجلوا، ولكن الدفاع لازم يكون يعني بيان اورغانيزي، بيان ديسيبليني كونتر دي زيفواريان اللي حين يلعبوا ما يخسروا والو، باسكو يجوا لهنايا ميم سي زون في ان 0-0 ولا لي نقدر نقول لك باللي ربما لو يسجل اتحاد العاصمه يوغا دي زيسباس ا اكسبلواتي، يوغا دي ديكالاج افير. نرشح كما قال لك مزيان يقدر يقدم يعني مباراه مليحه لو كان في نهارو، ا كونديسيون كي سوا فيرتيكال، باسكو يعني العمق امبورطون في هذه المباريات. باسكو تلعب فاس ان بلوك با، كنت يا امتي ديكالاج ولا تحس باللي الدفاع الخصم طلع شويه، لازم تلقى الانترفال في هذاك المومون، باسكو كونت تيجو روبليي تبدا تلعب الكرات طويله وربما توزيعات تكثر منها. سا فاتيك تو الموند. مي جو بونس باللي محيوس عنده الخبره، لعب شان مليح. وحنا راح يلتحق بنا نجم سابق لاتحاد العاصمه اللي من دون شك راح يمد رايه وكذلك شعوره وانطباعاته قبل المباراه، هذه المباراه الهامه بين الاتحاد واسك ميموزا في نصف نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، في انتظار التحاق عز الدين رحيم النجم السابق لاتحاد العاصمه عبر الهاتف. راح نستمع الى مدافع اتحاد العاصمه والمنتخب الوطني بالعيد. الضغط تاع الجمهور تاعنا توجور يكون بوزيتيف، موتيفا ولي جوار كاع يكونوا موتيفي. بريسك كاع لي ماتش لعبناهم بالشعب تاعنا، سواء هنايا سواء لعبوا على برا. ان شاء الله
الماتش تاع غدوه ان شاء الله يكون الشعب تاعنا كيما لي ماتش اللي فاتوا يوقف معنا الجروب كاع راه كونسونطري على بالو واش يستنى فينا. راح يكون ماتش صعيب ان شاء الله نكونوا في المستوى اللي موالفين به ونطبقوا اوامر تاع المدرب سواء تاكتيك سواء ليسونسيال يكون بوزيتيف. كاش اللي ما يحلمش باش يفوز باللقب القاري سورتو مع اتحاد العاصمه، فريق كبير من سبق ولعب فينال، لعب لي دومي فينال ما قبلوش ربي باش يربحهم. ان شاء الله نكونوا ودود من الفريق ان شاء الله. زين، كل اللاعبين جاهزين لهذا الموعد، موعد كبير، موعد تاريخي. حتى المدرب يعني ما راحش يسحق يتكلم ويعاود الكلام، وما يسحقش خطابات كثيره يعني مع اللاعبين لما تلعب نصف نهائي كاس الكاف. بيان سير باك ميدا كاين كالكو ماتش وين لا تاكتيك دو جو ما بون ماشي ماتش راني نقول لك شامبيون طيحه تكون ماتش ديفيسيل تقدر ما تبرونشيش كاع مع لونطرينور نتاع عم بالك شاك داخل داخل التيران، تسمى بلا ما يلحق لك الميساج المدرب نتاع عم بالك واش كاين واش راح تستنى فيك داخل المباراه. فاهم بصح ولاني نشوف لي دو ديكلاراسيون تاع لو كوتش بن شيخه والجوار بالعيد ينتظرون دعم مناصرين. فاهم قال لك باللي ما كاش ما ديرولناش بريسيون باسكو عم بالك في الماتش او ديبي دو ماتش بعيد الشر ما تعرف واش يستنى بالك تكون سما ما تقلقوش وعاونونا مدوا لنا الدعم الماكسيموم. حتى بن شيخ يقول نسجل في البدايه، نسجل صحيح في دقيقه 60 ولا نسجل في دقيقه 90. مام يا دي جوار جان فاهم يقول لك جامي يلعبوا ستاد وقيل 60000 سبيكتاتور فاهم اسمع راح تجيه راح تكون عنده هذيك الدهشه في المباراه. بصح عم بالي بلي يدخل في المباراه ابخي تدخل للتيران عباك تنسى البيبليك. فاهم تاع عباك بلي البيبليك كاين بصح تنسى البيبليك. ان شاء الله يا ربي يغدو يا ربي يوفقهم ان شاء الله. نعم ان شاء الله. صحيح انه ما نقدرش نسبق الاحداث في كره القدم محمد، مباراه كره قدم كل شيء وارد فيها، لكن لما فريق اتحاد العاصمه يعني يزيح بطل او رائد بطوله المغرب وبعدها ان شاء الله راح يزيح رائد كذلك البطوله الايفواريه، واش يبقى لاتحاد العاصمه امام التتويج محمد؟ يبقى له الفريق اللي يلعبوا في النهائي، يبقى له يونغ افريكانس ولا الفريق اللي يلعبوا في بطوله في الدور الاول مالومو. نعم يقعدوا له هاد الزوج. وكما كي تلعب منافسه مثل هذه الخصم يعني ما يهمش. لعبوا كونتر تي بي مازابي اون 2015 خسروا بور دي كونسيديراسيون بالك كي سون اكسترا فوتبوليستيك بور دي شوا دو تيران دو تيران. نعم فهمت. مي جو بونس اتحاد العاصمه مستوى الكره الافريقيه نقص شويه دون انقاص من المنافسات سواء تشامبيونز ليغ ولا كاس الكونفدراليه نقص يعني المستوى. سي المومون جامي دو بروندر ان تيتر جو بونس باسكو كيما نشوفوا في ليغ دي شامبيون كاين فرق كيما الاهلي وكاع يلعبوا بالخبره يلحق الربع نهائي نصف نهائي يتبدل كامل الفريق. ما تعرفوش حتى يعني يمر بفترات صعبه في دور المجموعات، لكن كي يلحق ان سيغتان ستاد لا كومبيتيسيون تحس باللي عنده لو فيكو تاعو كي لا دا جوي. حنا الفرق تاعنا ما عندهمش ان غران فيكو افريكان، بصح سي لو مومون دو فار ان فيكو افريكان بور لو فوتبول الجيريان باسكو لا فيكتوار تاع اتحاد العاصمه في النصف النهائي وان شاء الله في النهائي تكون يعني فوز للكره الجزائريه بصفه عامه والاتحاد بصفه خاصه. اخ محمد شفت البارح في التواصل الاجتماعي كو لو فيميجان سي انتردي باش تلحقوا لهم ميساج لو فيميجان انتردي سينو لو كان تكاليفا ان شاء الله. واتحاد العاصمه تلقى انذار من عند لجنه الانضباط الكاف. لجنه الانضباط بلي انتردي لي يعني اي خطا غدا حيكون نهائي بدون جمهور. صحيح ان شاء الله لي سيبورتور واعيين يأدوا المهمه تاعهم كما ينبغي ان شاء الله يا رب. نعم وراح يلتحق بنا كما قلت عز الدين رحيم النجم السابق لاتحاد العاصمه بعد هذا الفصل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في الجزء الثاني من برنامج جيل سبور للحديث عن ما تبقى من كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة اللي تحتضنها الجزائر، والحدث
من دون شك سيكون ابتداء من الغد توافد أعضاء الكوميكس المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على الجزائر بقيادة الرئيس الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، والاجتماع المنتظر لأعضاء هذا المكتب التنفيذي للكاف في تعيش ربما كرة القدم الإفريقية مرحلة صراع، ربما مرحلة تغيير كذلك على مستوى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وأحداث هامة كذلك هي اختيار احتضان أو البلد الذي سيحتضن كأس إفريقيا لسنة 2025، وكذلك انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي للكاف. محمد، ربما نعود لك على الأهمية تاع هذا التوافد تاع المسؤولين تاع الكاف وكذلك الاجتماع المنتظر بعد غد بالجزائر. الاجتماع هيكون يعني مصيري لكرة القدم الجزائرية بطريقة غير مباشرة. نعم. لأنه يعني يكونوا على l'ordre du jour يوغا دي سوجي تري امبورطون، بما فيها يعني الشونجمون تاع لا فورمول تاع لا كاليفيكاسيون، الصيغة الجديدة، الصيغة الجديدة لتأهل كأس العالم ابتداء من 2026 كأس العالم. الزيارات هادو يعني توافد لي زوفيسيال تاع لا كاف سي ديرني طون سيتي دي فيزيت مولتيبل بوغ يعني درنا حنا دي كومبيتيسيون امبورطونت كيما الشان وكأس إفريقيا تاع U17. واش حبيت نقول لك، الى يعني السلطات الجزائريه البوتي غي بروفي دو سا اي سو ريبلاسي بور لا كانديداتور ل 2025. سي المومون جامي يعني دو فيغ لي شوز. حنا ما علاش نقولوا يعني لوبينغ والناس يدخلوا في متاهات يقول لك يعني بالك نبدو رشاوي ولا ماشي شيء من هذا القبيل، لكن نهضروا يعني على لا بريزونس تحت يعني الجزائر ما تعاملش بهذا المنطق، ما تعاملش بهذا المنطق، لكن يعني الجزائر في الآونة الأخيرة كانت امبورطونت يعني مهمة جدا لكرة القدم الإفريقية. لازم تلعب يعني هذه البطاقة وتكون يعني متأهبة لأي طارئ الكونفدرالية الإفريقية اللي راهي بنفسها تعاني من بعض الأزمات، أزمات يعني ضغط فينانسي، أزمات مالية تقدر تجبرها على تغيير بعض الأشياء. واللي ريسبونسابل الجيريان يعني لازم يكونوا متأهبين. واش تقول الكونفدرالية الإفريقية؟ يقولوا نعم. أنا في رأيي لأن سي لو مومون بور لالجيري دو فيغ سا بلاس في لو دوفون تاع لا سين فوتبوليستيك اون افريك. يعني اون فا غانيي نوتر امبورطونس اي نوتر بلاس. نعم. زينو، نقول لك احنا ماذا بينا حاجه مليحه لبلادنا، فاهم، حاجه نفتخروا بها ان شاء الله ماذا بينا يكون انسياج وربي يوفقهم ان شاء الله. نعم. محمد، ربما هذا الاجتماع جاء في وقت الحديث، اكثر الحديث عن مغادرة باتريس موتسيبي رئاسة الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم يعني بعد نهاية العهدة تاعو. تكلمت كذلك على الصيغة الجديدة للتأهل إلى لمونديال 2026، وهذا الموضوع اللي راح يتناقش خلال اجتماع الجزائر يعني المقرر بعد غد. وكان البيان يعني تاع الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان صريح اللي شفناه اليوم. ربما اليوم على الاتحاد الجزائري لكرة القدم ما نقولوش يضمن، وإنما ياخذ وعود على الأقل بالنسبة للانتخابات الجاية تاع المكتب التنفيذي للكاف. نعم، الجزائر في السنوات الأخيرة ما قدرتش تحصل على العضوية في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية، حتى ولو كنت يعني في عهد زوتشي مثلا كانت الجزائر فازت بكأس إفريقيا يعني ولينا للواجهة، ولكن ما قدرناش نضمنوا سياج وخسرنا مع أمام الليبي. نعم خسرنا، وراح يعاود يعني يترشح للعهدة الجديدة في وقت كرة القدم الليبية ما كانتش كاع. نعم، وحنا كي كنا ما دينا والو، ودوكا كرة القدم الليبية يعني ما راهيش في القمة. لوجيكمون سي لالجيري كي دوفري افوار اون بلاص في المكتب الكونفدرالي تاع الكونفدرالية الافريقية. انا جو بونس سا سرا كومبليكي، لي شوز سانونس كومبليكي بور زيفيزيف ابري. علاش؟ بالنظر لماذا؟ ما ربما يعني ما راهوش يعني حاضر كما ينبغي. تحس بلي الانسان هذا ما قدرش يسفيد لا بلاص بارمي لي ديسيدور اون افريك.
سي ديفيسيل دو سفير لا بلاص. كي تشوف مثلا فوزي القجع ماذا فعل في السنوات الاخيره، يعني مكن الفرق المغربيه تكون عندها دي باركور امبورطون في لي كومبيتيسيون تلعب نهائي مرتين، احتضنوا نهائي كاس رابطه الابطال. نعم. حنا ما دينا والو يعني. وعندنا نتكلموا على المنشآت يعني حديثا، عندنا منشآت حديثة ومنشآت معاصرة ومنشآت أحسن من. وعندنا 5 ملاعب معتمدة، 5 ملاعب مؤهلة، وربما في ديسمبر ربما يكون تشاكر يعني عودوا أهله. ولا المغرب ولا تونس ولا بلدان أخرى عندها 5 ملاعب مؤهلة. ما كاش. ابخي الانفراستركتور حاجة ولا سوبراستركتور سي اوتر شوز. لازم تكون عندك يعني كما نقولوا بالعامية الدخلات والخرجات في لازم يكون عندك وزن، لازم يكون عندك مكان، لازم يكون بين صناع القرار على المستوى. والهبه لازم ديرها يعني دير هبه روحك وديرها الفيدراليه الافريقيه الفيدراليه الجزائريه لكره القدم. نعم. وما مدى صحه يعني الاخبار اللي تقول انه الصيغه تاع التاهل للمونديال راح تتغير، وين يعني يصبح التاهل يلعب في كاس افريقيا ابتداء من كاس افريقيا 2025. وين حتى يعني واش كانت اورغانيزي. نعم. وين حين يعني يقوموا بتنظيمها. سي سا لونجي اوسي باسكو الجزائر تكون في التوب 8 نورمالمون سي اكي، سي فاسيل مي بصح سور بابي سي فاسيل. نو سور بابي سي فاسيل لانه الجزائر في الكاس الافريقيه الاخيره نعم. ما قدرناش نجوزوا قصات من الدور. نعم قصات من الدور. نعم. لكن الصيغه الجديده بالك elle peut défavoriser certains gros calibres في الافريق. ودوك نشوفوا يعني لو كوميتي اكزيكوتيف واش يديسيدي يغادي تنحي ربما حلاوه التصفيات، نحي حلاوه التصفيات، لان كونت دو بون زيكيب في جروب شابو 1 شابو 2 يقدر شابو 2 ما يتاهلش مثلا يروح انكادر اون افريك ما يروحش لكاس العالم. سي با بيان بور لافريك باسكو لافريك لازم يعني تمكن في الصيغات الجايه تروح الادوار متقدمه من كاس العالم مثل ما فعل الفريق المغربي في النسخه السابقه، وكان قادر يفعلها الفريق السنغالي اللي كانت عنده يعني كل المؤهلات باش يروح الادوار متقدمه، لكن ما قدرش. شيء صعيب. كاس العالم سي اون اوتر كومبيتيسيون. لي بوتي اونتر غيمي تاع لافريك تجيهم شويه واعره. وكي نشوفوا احنا لو ديرني لو توب 8 تاع لافريك دون لي ديرنيير زيديسيون كاين دي بتي بوسي يعني يقدروا يتاهلوا للدور الثاني. تقدر تكون يعني قرار اكثر منه يخسر افريقيا اكثر من اللي يربح. نعم. زينو رايك؟ شو نقول لك، ان شاء الله ماذا بينا احنا كما قلت لك حاجه مليحه لبلادنا، وان شاء الله الرئيس كما يقول لك يكون واقف على واقف وقفه تاع رجال، وما تكلش كما يقولوا يتحكك بعض اللي يكون عندهم مناصب باش تسهلوا المأمورية ان شاء الله. نعم. ربما رايك زينو على الاخبار اللي تقول انه الصيغه راح تتغير للتاهل للمونديال، خلاص ربما ما راحش نزيدوا نشوفوا مشوار تاع التصفيات للمونديال، وانما النتائج تاع كاس افريقيا هي اللي تحدد من سيمثل قارة افريقيا في المونديال. حاجه مليحه هذه كما يقولوا راح تنقص تولي ما تكونش تصفيات، تاهل ديريكت لكاس افريقيا. يكون ربما البو بوزيتيف يكون موان دو ماتش بالنسبه للاعبين خاصه الناشطين في اوروبا. يعني الانديه الاوروبيه راح تفرح بهذه الصيغه محمد. اسكو يمدهم لك في لا بيريود تاع لا كوب دافريكا؟ هذا السؤال اللي يبقى مطروح. صحيح. نعم. لانه لو تلعب كاس افريقيا في الصيف ما كاش مانع، لكن كي تلعبها في وسط السنه يعني مع القانون الجديد تاع الفيفا. نعم. في جونفي فيفري سي بارفوا سي كومبليكي باش يمدوا لك اللاعبين. دونك اسكو سا روفيان ثاني لا كاليتي تاع لا كوب دافريك كيفاش تكون وشكون اللاعبين اللي يكونوا فيها كذلك. نعم. زين تفضل كمل، اسمح لي قطعتك. ان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله يكونوا ناقصين المباراه، وان شاء الله يكونوا توجور ليكيب دالجيري اون تيت ان شاء الله. راح نتكلم بعد هذا الاجتماع تاع اعضاء المكتب التنفيذي للكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. راح تكون كذلك نهائي، راح نحضر نهائي كاس افريقيا للامم لاقل من 17 سنه
اللي تنظمها الجزائر قلت بطريقه محكمه. خلاص ما بدناش نتكلموا، خلاص ولفنا، ما بدناش نتكلموا على تنظيم ومستوى التنظيم. خلاص ولينا سي دي زوتوماتيزم. تعودنا على تنظيم في المستوى لهذه المنافسات الافريقيه وان شاء الله العالميه. لماذا؟ قلت النهائي يوم الجمعه بين المنتخب السنغالي ومنتخب المغرب، ربما بين المنتخب الأحسن من الناحية الفنية من ناحية اللعب لما نتكلم عن المنتخب السنغالي، والمنتخب المغربي اللي الأحسن من ناحية الجدية ومن ناحية التكتيكية كذلك. راح نتوقف مع تصريحات المدربين تحسبا لهذا النهائي. باش تجاوز يعني المنتخب كمنتخب مالي ما يمكنش تعمل الحسابات، فلازم تخلي كل شيء على ارضيه الملعب، وكان هو السبيل الوحيد، لانه ما يمكن لناش نفكروا في المباراه النهائيه وحنا ما تعديناش مباراه نصف النهائي. اكيد انه المباراه كانت مجهده للطرفين، لانه شاهدنا ان المنتخب المالي ايضا في طول الساعه الاخيره ايضا ما بقاش بديك القوه ديال الساعه و10 دقائق الاولى. ولذلك هذا جزء من السيناريوهات المتاحه، خصك تلعب الحظوظ ديالك كامله وتضمن المرور النهائي، ثم تنكب على ان شاء الله على التحضير ديال المباراه من الناحيه البدنيه خصوصا. هناك 4 ايام ظن انها كافيه ان شاء الله اننا نستشفوا بشكل جيد ونكونوا جاهزين للمباراه النهائيه ان شاء الله. Je pense chaque match a ses réalités. C'est pas parce qu'on a survolé quelques matchs que le match doit être le même match. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même pays, c'est pas le même stade. On a été très gênés aujourd'hui par cette pluie. En premier temps, on a fait que tomber. Je pense Burkina, je pense ça pleut beaucoup plus que le Sénégal. Nous, c'est 3 mois dans la saison ou 2 mois dans la saison. On n'a pas l'habitude tout le temps de jouer sous la pluie. Mais comme je le dis, aujourd'hui, on devait voir une autre facette de l'équipe. Pas radieuse sur le plan technico-tactique, mais sur le plan mental. Une équipe qui sait se battre, une équipe qui sait défendre son résultat, une équipe qui sait créer des situations. إذا قلت مواجهة منتظرة في نهائي كأس الإفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة بين المغرب والسنغال. ربما قبل ما نتكلم على هذا النهائي، محمد، رأيك علاش المنتخب الجزائري، صحيح أنه سؤال فيه كلام كثير، علاش المنتخب الجزائري ما راهوش في النهائي وفي الفئات الشبانية ما لعبوش أدوار متقدمة في هذه المنافسات؟ قبل ما تبدا ديجا المنافسه يعني كانوا مرشحين، وكان بينهم الفريق السنغالي والفريق المغربي والفريق المالي اللي قصى الفريق المغربي في نصف النهائي بضربه ترجيح. الفريق المالي اللي دار دوره في رائعة. المستوى صراحه كالعاده يعني حنا متعه تشوف المنتخب المالي لاقل من 17 سنه، متعه في كره القدم. محمد داك تتكلم على فريق دا 2 كاس العالم في 5 مشاركات، سكي ني با غيان يعني في لافريك سا ريست كوم اون ريفيرونس. دوكا كاين ليميرجونس يعني تاع الفريق السنغالي اللي يوري لك بلي بالخدمه تقدر تلحق يعني الادوار المتقدمه ويكون عندك فئات شبانيه. ابخي كيفاش تخدم مع الشبان هادو اون كونسيديرون لاسبي بسيكولوجيك سي دي جون. انا جو بونس ديجا في مباراه المغرب يعني كان عندها طابع كي ديباس لو فوتبول، ما قدروش بالك يعني الاشبال تاعنا يجيريوه في سور بابي. كان تحكيم شويه كذلك، التحكيم شويه كانت ضربه جزاء، كانت ضربه جزاء يعني تكون منعرج، تقدر تكون منعرج المباراه. حنا ما تقدرش الفوتبول معليش لا هذا الشيء ما ينقصش من قيمه المنتخب المغربي اللي كان في المستوى ده، وما ينقصش ثاني من قيمه يعني الاشبال تاعنا اللي قاموا واش بمقدورهم واش داروا واش كانوا قادرين يديروا. وهذا ما كان الفريق المغربي خدم باش يوصل لهنا، والفريق السنغالي خدم باش يوصل لهنا. وكاين سياسات. تشوف انت يعني الفريق المغربي عنده 9 لاعبين من اكاديميه محمد عسيس، والاخر عنده 5 جوار من جينيراسيون فوت. اسمع يعني كاين عندنا 4 من اكاديميه الفاف، وعندنا ثاني من اكاديميه بارادو، جبنا لاعبين كذلك من اوروبا. جبنا لاعبين. حنا عندنا يعني 9 جوار برك ايفوليون على ليترونجي. كي تكومباري يعني حنا كان عندنا 11 جوار من اكاديميه الفاف، كي تحسبهم كامل اللي راهو البارادو كاع كانوا 11 لاعب. دوك حنا الخدمه العمل القاعدي سي اوتر شوز. ما تقدرش دير دي زاكاديمي تو لي زيباربي بارسي بارلا من بعد تعملهم دير لاسومبلاج وتخدمهم. حنا لو كان نعاودوا نوصلوا ل 2009 تاهلنا لكاس العالم ولحقنا نهائي تاع هذه الفئه U17 في 2009، كانت اكاديميه
مسيو حداج هذاك دار اون اكاديمي لي جوار تاع ترافاي الفاف، سيغ لاني كانوا يخدموا كامل عندهم ان تو اوغير تاع الخدمه كي تي بيان ديتيرميني ماشي تخليه يلعب في بالعباس ولا في جهه اخرى من بعد تجيبو تقول له ندير فريق ما كاش منها الفوتبول سي با كوم سا ابخي tu peux intégrer des joueurs de qualité تجيبهم من ليترونجي حنا ما نقولوش ما تجيبش لاعبين اللي يلعبوا في ليترونجي دو كان جون لا يجوا من ليترونجي مي هما سي با دي ليترونجي هما جزائريين هما سي دي جوار باسكو يا اون امالغام دار رئيس لا فيدراسيون يعني لا في ان امالغام كي نيتي با تري ادغوا نظن انه طريقه سي ان امالغام حنا نقولوا سي ان امالغام لكن لازم هاد اللاعبين اون اكسبت اللاعبين اللي جونا المزدوجين الجنسيه اللي جونا من الخارج كي غاز ديزاجيريان كيما حنا اون ميم طون اللاعب المحلي لازم نعطوا له القيمه تاعو ونطلعوه المستوى ونمدوا له خدمه يعني خدمه كي اون كونفورميتي افيك ليكزيجونس تاع لو نيفو باسكو لو نيفو ماشي دير عباد يسونطران ومن بعد هذيك تجيبهم تقول لهم ندير فريق ماشي بدون برنامج ما تقدرش لازم يكون برنامج مسطر ولازم ولونترينور يعني تقدر تكون عليه حملايته حنا والفنا يديروا دي جون شغل دي بوكي ميسار دي بارافون كي يخسر يقول لك لافوت تاع فلان سي با ماشي هو اللي قال لكم خدموني l'entraîneur جا vous avez reçu des CV vous avez déterminé une personne اللي داروا يتحمل المسؤوليه والمدرب يتحمل المسؤوليه كل واحد يتحمل المسؤوليه زينو نفس السؤال ربما علاش ماشي المنتخب الجزائري علاش غايبين المنتخبات الجزائريه في الفئات الشبانيه على منصات التتويج في مواعيد مثل هذه او 23 او 20 او 17 لي 3 تشوف انا بور موا كتشوف السينيغال تروح السينيغال تشوفهم كيف يبريباري ولي زيكول في الفورماسيون اللي عندهم ليكزومبل اسويفر صحيح هذه هي حنا هذا هو حاجه كما يقولوا حاجه سهله تبني مراكز تكوين تكون عندك نتيجه ما عندك مراكز تكوين مش راح كما يقولوا مش راح تافونسي مراكز التكوين لازم لها استراتيجيه كذلك ولازم لها برنامج ولازم لها سياسه كذلك فوالا مام يحط لي ماشي يبني الحيط فقط دير دي جون سبيسيال اللي يروحوا يكتشفوا اللاعبين فاهم تروح للصحراء تروح للغرب الشرق بارتو خويا فاهم وهذه هي على ربي ان شاء الله اذا النهائي رايكم في النهائي هذا بين صراحه انا كنت نتمنى ان نشوف عفوا من ناحيه كره القدم ماشي ضد المنتخب المغربي تكلمنا قلنا المنتخب المغربي ادى دوره في المستوى ويستحق انه يتواجد في النهائي هذا الشيء مفروغ منه لكن من ناحيه كره القدم كنت نتمنى انه نشوف نهائي بين منتخب مالي ومنتخب السنغال اليوم كاين منتخب مغربي ومنتخب السنغال كيفاش تشوف هذا النهائي محمد المنتخب السنغالي كان يعني قوي جدا خلى الى ليسين تري فورت امبرسيون في الدور الاول كي يلحق مع بوركينا فاسو كانت عنده بعض الصعوبات يعني خليك تعرف بلي كل شيء ممكن في كرة القدم شكون قال بوركينا فاسو يدي فريق السنغالي لضربة الترجيح لكن راحوا لضربة الترجيح بوركينا فاسو في المباراة الودية التحضيرية مع المنتخب الوطني ماهوش نفسه ماشي نفسه بوركينا فاسو لان يعني كاين لونجو يتبدل كي تدخل في منافسة يدخلوا دوطخ بارامتر كاين لا موتيفاسيون لا بريسيون كانت على المنتخب السنغالي بوركينا فاسو دخل ما يخسر ولا شيء لانه يلعب امام مرشح ليتاهل النهائي ابارتيغ دو لا بريسيون تكون على المنتخب السنغالي بوركينا فاسو يعني لما تاهل للمونديال كان اوبجيكتيف اتان الجيريا لا يشوي ان با دو مونديال سا ريست فرسترون مي لازم حنا سئمنا يعني من الكلام تاعنا استخلصوا الدروس صحيح في كل نسخه ندو درس وجامي حفظنا الدروس دونك يا ان بروبليم مليح هذه محمد في كل يا ان بروبليم لازم يعني العمل لازم يكون على هذا لاسبي باسكو اي لو سينيغال اي لو ماروك ايزيتي فافوري ولحقوا للنهائي باش تعرف يعني كي يكون العمل وعلى بالك نقاط القوه تاعك وعلى بالك تي سور دو توا تقدر تلحق للنهائي لاسيورونس سي امبورطون في كره القدم كي يكون عندك على بالك بلي عندك لو باجاج لا كومبيتيسيون تاعك تو لابورد افيك اون سيغتان كونفيونس المباراه النهائيه تكون يعني صعبه للفريقين صافيست اون فينال باش تتكهن من الفائز ما نقدرش نقول لك انا شكون يفوز لكن ربما المنتخب المغربي يقدر يحقق المفاجاه ويدي كاس افريقيا اللي عنده خبره في النهائيات والنهائي اللي خسروا مع المنتخب الجزائري في كاس العرب رايك في النهائي زين لا ما نقدرش نتكهنوا المباراه هذه بين المغرب والسنغال لأن يعني مباراة راح تكون صعبة للفريقين وراح يكون فيها اندفاع بدني كثير دابري لا ديكلاراسيون تاع المدرب المغربي قال لك دخل تيران فو دوني افون
تسمى غدوه راح تكون مقابله جد صعبه بعد غد. نعم. بعد غد. غدا راح يكون مباراة المركز الثالث زينو. اوكي. زينو لو نبقى نعود ربما للمنتخب الوطني، صحيح ما رحناش للمونديال، خسرنا في الدور الربع النهائي امام المنتخب المغربي، لكن ربما ربحنا كذلك بعض اللاعبين اللي فيهم كما يقولوا يتكلموا على عندهم كاين لاباط كاينه، نقدروا نستثمروا في لاعبين مثل مسلم اناطوف. مسلم اناطوف الله يبارك ما شاء الله عليه. كما يقولوا على قلت لك لازم نديروا اشخاص سبيسيال لاكتشاف المواهب، اكتشاف اللاعبين، نديروهم يروحوا يديبلاس بارتو، فاهم؟ باسكو ما كانش غير مسلم اناطوف، كاين بزاف واحد كيما هذاك راح تكتشفوا وراح يزيد البلوس كما يقولوا المنتخب الوطني. نعم محمد. لو سويفي لامبورطون، هادو لاعبين يعني ما تاهلوش النصف النهائي وما تاهلوش لكاس العالم. تو الموند سو دوموند يعني واش كو سوغا لو سور تاعهم، باسكو حنا كانوا عندنا لاعبين لعبوا نهائيات كاس العالم في 2010 في نيجيريا، ونعرفوا كاع كيفاش يعني خلاص اسمو لا كارير تاعهم. كاين حتى لاعبين اللي راحوا طرحوا السؤال للمسيرين تاع الفيدراليه وقال لهم حنا دركا كيفاش، قالوا له دبر راسك. يقولوا دبر راسك. يعني هذه ديجا هذه سي انتوليرابل في كره القدم. هادو سي دي زونفون، 16 سنه يعني ما راكش ماشي كيما في اوروبا 16 سنه تشوفوا يدخل يلعب. حنا في الجزائر 16 سنه يقول لك مازالوا صغير. في اوروبا تشوف لاعب نتا كيما بيدري ولا غافي 16 سنه يدخل يلعب في نيو كومب يلعب نورمال، لان سي اون كيستيون دو فورماسيون. واش تقدم له كي يكون صغير، لازم ينضج. هذا هو النضج الكروي. النضج الكروي يجي كي تقدم له انفورماسيون على باله بلي عنده لو باجاج نيسيسير، لو باجاج نيسيسير باش يلعب اون كومبيتيسيون اكس. كي تقولوا طلع الفريق الاول تدرب يطلع يتدرب كيما مسلم اناطوف دوك تجيبو تقولوا طلع الفريق الاول. بالك مسلم اناطوف بسيكولوجيا ما يقدرش يدرب في فريق اول اللي فريق زعما في الدرجه الاولى الجزائريه، بالك جهه صعبه لانه ما الى با ايتي بريباري. كي تشوف كيفاش لعب في الدوره هذه مارغري لي بويسون فيزيكمون لي تكنيك لي رابيد، مي بصح لاسبي بسيكولوجي في كره القدم يبقى تري ديتيرمينون، لانه سي لاسبي بسيكولوجيك اللي يخلي اللاعب يريوسي لا كارير تاعو. خاصة بالنسبة اللي تكلمت على شبان صغار حتى ربما مراهقين غير كيما ديباساو الطفولة. لازم تعرف كيفاش تسير بعد الإخفاق. بعد الإخفاق نعم، هذا يدوف اتر سويفي، لازم لهم سويفي. دوك انت كي يروح لو ريسبونسابل تاع لا فيدراسيون ولا يروح للدي تي ان ولا يروح للمدرب ولا سي كوا لو ليان بين اللاعب ولا والهيئة الكروية في الجزائر. صحيح. ما كان حتى واحد. تقدر تلقاه بالك يروح يسيني في 3 ديفيزيون الجيري، من بعد يسيني 2 ديفيزيون، من بعد يروح يلعب لتحت وتخلص لا كارير تاعو. سي با كوم سا، سي كوم سا كون بير نو زونفون. من بعد يقول لك انت كيما تهلاش في الجزائري زاد في الجزائر، كيفاش تحب جزائري اصله جزائري عايش فرنسا يجي يلعب عندك؟ سي با نورمال. لازم تتهلا في هذاك اللي هنايا باش من الاخر كي يجي على بالو بلي الجيري الا با سي زونفون دون تو لي كا. حنا علاش واحد في ليترونجي كونت يلي اونتر كيمي يي سو سون ريجيتي يتروف ريفوج في الجيري، باسكو على بالو بلي حنا افيكتيفمون اوني بريزون، مي بصح في الهيكله وفي العمل القاعدي وفي الخدمه تاع الصح ما كاش. لافيكسيون ال سوفي با في نيمبورت كال سبور، ماشي في كره القدم. تكون افيكتيف وي تعاونوا وي، بصح باش تعاونوا لازم تعاونوا كونكريتمون، لازم تولاد بطريقه يعني ماديا، تعاونوا ماديا. كيقولوا ماديا ماشي بالنقود، لكن تعاونوا تكون بريزون معاه. صحيح. زينو ان شاء الله كما قال الاخ خونا نتهلاو في الشبان تاعنا، نوقفوا معاهم في بيريود ديفيسيل كما هذه اللي فاتت، وان شاء الله كما يقولوا يخموا دوكا القدام كيفاش نعاودوا نريكتيفيو لي زيرور تاعنا. نعم، راح نعود للنهائي اللي راح ينتظر اتحاد العاصمه غدا ويلتحق بنا عز الدين رحيم. اليوم ماناش قاعدين نشوفوا الماتش واقفين. فولهم خلاص. فولت لهم عز الدين راهو معنا عبر الهاتف. مساء الخير عز الدين، راك تسمع فينا؟ السلام عليكم محمد. مرحبا بك. مساء الخير بالضيوف تاعك وكل. سمعت زينو يغني لك اليوم ماناش واقفين نشوفوا الماتش واقفين، ماناش قاعدين نشوفوا الماتش واقفين. انا شفت تاع يا رحيم ان شاء الله تبارك. داكور. راك تسمع عز الدين؟ وي سي لا بيل ايبوك، سي لا بيل ايبوك. وي كنت كادي تما الشيخ انا. نعم كنت كادي تما، كنت كادي في لوسما. الله يبارك الله يبارك. كنت تجي انت وكنت تجيب البونداج في الجونو وقاعدين كنت نسقسي يقولوا لي هذا هو رحيم.
احنا كنا اسمع كنا بيسين كل جهه هذاك الوقت. ربي يحفظك. عز الدين، اقل من 24 ساعه كان طارطون واعر ماشي كيما دوك لي تيران. صح كل وقت وقته. صح شيخ. واسم عز الدين رحيم اللي يبقى مرتبط باتحاد العاصمه، احب من احب وكره من كره عز الدين. ربما 24 ساعه، اقل من 24 ساعه تفصلنا على الموعد النهائي هذا التاريخي لاتحاد العاصمه. عز الدين، حتى وان غادرت الاتحاد يعني وبالطريقه اللي غادرت بها اتحاد العاصمه بعد ما كنت مدرب وحققت نتائج ايجابيه مع الفريق في فتره صعيبه، كيفاش الشعور تاعو عز الدين رحيم المناصر ولاعب السابق للاتحاد، النجم السابق لاتحاد العاصمه، شعوره قبل هذه المباراه المهمه للاتحاد؟ والله يا محمد واش نقول لك، بالك جي ان سونتيمون بور اون بريمير فوا. الحاله راني نشوف فيها قريبه وسهله وميم طون. قريبه مازال ماتش واحد ولا ميطون ولا كيما نقولوا 90 دقيقه باش تنشط النهائي. ثانيا سهله نشوفوا المستوى تاع الفرق اللي قادت. انا نظن باللي اتحاد العاصمه احسن بكثير في متناول اتحاد العاصمه، باش ما نقولوش فرق صغيره. مش ما قلناش فرق صغيره، لكن المستوى واش رانا نشوفوا حاليا، المستوى اللي رانا نشوفوا فيه اتحاد العاصمه احسن من هذه الفرق. نعم. كما قلت انت تاريخي، انا نظن ماهوش تاريخي، لانه سبق ان اتحاد العاصمه نشط نهائي تاريخي. لو كان ان شاء الله يجيب الكاس والنجمه الاولى هنا يولي انجاز تاريخي. لكن النهائي انا نظن باللي فريق اتحاد العاصمه نشط النهائي، لكن ان شاء الله هو على بعد خطوات باش تكون اول نجمه ان شاء الله يتوج بها. هذا ما نتمنى لاتحاد العاصمه، وكما يقول محمد طويل بالكره القدم الجزائريه بصفه عامه. عز الدين، المجموعه هذه معظم اللاعبين ربما تعرفهم، واش راح يكونوا لي زاتو تاع اتحاد العاصمه في هذه المباراه، مباراه العوده ضد فريق اساك ميموزا؟ والله محمد في الاونه الاخيره وين انا نشوفوا لافورس اكطويلمون تاع الاسما في روح المجموعه هذه اللي كانت نقطة من قبل، وين صراو في بداية الموسم مشاكل وسواء مع الإدارة أو مع المدرب. أنا نظن باللي اللاعبين كانوا نوعا ما مازال ما حكموش لي ريتار تاعهم. حاليا أنا نظن باللي لافورس تاع المجموعة راهي في اللاعبين، ونشاهدوا في كل مباراة خاصة في الآونة الأخيرة وين ولات جرينتا فوق العاده. لاعبين حابين انهم يحققوا حلم، وهذا رانا نشاهدوه فوق ارضيه الميدان. نشوفوا باللي اللاعبين راهم يقاتلوا فوق ارضيه الميدان، ولو انه نقولوا بالك من الناحيه الهجوميه فريق راهو مازال راهو ناقص نوعا ما، لكن على العموم راهو يؤدي في مباريات في المستوى، وهذا هو المستوى الكبير، وهذا هو المستوى الكبير. لازم عليك انك تدافع، تغلب بالثنائيات وما تخلي اي فرصه للخصم باش يطمع ولا يجدي نقطه ولا يسجل عليك هدف. هذا اللي رانا نشاهدوه حاليا من احسن دفاع حاليا، ما راهوش يتلقى هدف. لكن نقولوا باللي مازالت خطوه ان شاء الله يكونوا في الموعد باش يحققوا الحلم هذا. لكن انا نقول باسكو صرنا سيناريو كيما هذا في 2019 في 2018 لما نشطنا 4 نهائي تاع مع البورسعيدي. ثاني كانت الاجواء كما راهي حاليا، ضغط كبير جماهيري، الكل يستنى في النتائج. لكن على فان نجو نقول باللي ما قدرناش نفوزوا بهذيك المباراه، ولو انها كانت في متناول تاعنا. نعم. لكن الضغط الجماهيري ها واش تخوف اللاعبين انهم هذا الضغط هذا يديروه في رصانهم، ويخافوا ويولوا يخافوا من النتيجه، ويخافوا انه بعد الشر بالك راح تكون ديسيبسيون. هذا الشيء اللي نخوفوا منه. لكن على العموم انا نقول المدرب اللي راه يقوم بالواجب تاعو عنده علاقه كبيره مع اللاعبين،
نشاهدوا باللي اللاعبين كاين انسجام كبير بيناتهم. ان شاء الله يخوضوا هذه المباراه ما يتقلقوش. عندك 90 دقيقه 0-0 مباراه مفخخه. فريق الخصم ثاني ما عنده ما راه يخسر لو يتسجل عليك هدف راح تولي حسابات كبيره. عز الدين زينو مكاوي حبيت نطرح لك سؤال ربما ولا تفضل زينو. شيخ وي شيخ ان شاء الله القله هذا العام والحفله في سوسطاره يا اخو احنا ان شاء الله كاع نتمناو ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. لكن قبل ما تكون هذه لازم توجد روحك 100% باش تحقق هذا الحلم. بيان سير ان شاء الله ان شاء الله. عز الدين تكلمت على لابور تاع عبد الحق بن شيخه ولا ميتريز تاعو مع هاد المجموعه والجمهور اتحاد العاصمه راهو يتمنى ولا يحلم ان ديو عبد الحق بن شيخه وعز الدين رحيم في العارضه على راس العارضه الفنيه لاتحاد العاصمه. هذه سابقه على شرف لي كبير انه تخدم مع عبد الحق بن شيخه، مدرب اللي عنده كفاءه كبيره وعنده خبره كبيره. لكن انا نقول ان شاء الله عنده طاقم فني تاعو راهم يقوموا بعمل جيد. احنا ان شاء الله يحققوا النتائج هذا العام ويجيبوا لنا الكاس ومن بعد كل سهل. نعم من بعد كل سهل. شكرا لك عز الدين رحيم. الله يحفظك. نتمنى لك كل التوفيق ولاتحاد العاصمه. وصلنا لنهايه البرنامج. زينو مكاوي شكرا لك. محمد طويلب دارك ماشي باليوم. مرحبا بك في كل وقت. شكرا لكل من ساهم في اعداد هذا البرنامج ولكم كذلك مشاهدينا الكريم. نتلاقاو في مواعيد اخرى رياضيه كرويه. الى اللقاء.